حنا ما كنحاولوش نحترموا القانون، خصنا نطبقوا القانون. السلوكيات تاع الترام منفعه للجميع وما تيدير زعزع لا والو. خاصو يشوف بعدا واش جاي ترام ولا ما جايش، عادي ديك الساعه يقطع. المهم من ناحيه البيئه من ناحيه التنظيم المواصلات ولات مزيانه. شارك معنا في التحدي وخليك رد البال، ما تجاوبش وما تجاوبش لا. قول لي انت من كازا؟ انا وليد الدار البيضاء. وليد الدار البيضاء، ديما كتركبي الترامواي؟ ديما كنركب في الترام. دابا انت عارف باللي الترامواي حاليا هو في الحاله التجريبيه ديالو. في حاله تجريبيه. عارفه باللي الترامواي كيمشي بالطاقه؟ عارفه كيمشي بالطاقه. اين طاقه؟ الطاقه الكهربائيه. انت من كازا؟ اييه انت قلتي انا صحراوي. شنو هما السلوكيات اللي كتشوف من طرف بعض المواطنين اللي كيديروهم وكيقدروا يعرضوا راسهم للخطر وما كيقطعوا السكه ديال الترام؟ سكه الترام كاين هذا المشكل ديال اصحاب الدراجات الناريه كيستعملوهم في اغلبيه الاوقات. ما كيحترموش بان الترامواي غيدوز، يعني كيتسناهم هو يوقف. بغيناك تعطي شي نصيحه لبعض المواطنين اللي كيديروا بعض الخروقات. بقاو يشوفوا على اليمين واليسار ويشوفوا يتاكدوا بان الترامواي ما كاينش. انه كاين مناطق ديال الماره كيف كتشوفوها هي هنا فين كيدوز يقطع الانسان اللي بغى يقطع بلاصه الترامواي، ما تكونش شي سلوكيات اخرى على انه مثلا ينقز من هذا البارير ولا شي حاجه. كتستعمل الترامواي؟ لا. انت قلتي لا. بزاف ديال المره اللي كيديروا لي زيكوتور هما قاطعين الترام، ما كتشوف هذا السلوك لائق في نظرك؟ هو بعدا خطير، لا من غير في الترام ولا حتى ملي كتكون غادي في الشارع. شكرا على المشاركه ديالك، هذا كادو. كنشكرك بزاف على هذه المشاركه وهذه المساهمه ديالك. يلا امسيه سعيده. كازا ترونسبور ميرسي، وكنشكركم على هذه المبادرات. لان الحفاظ هو اساس الاستمراريه، نحافظوا على الترامواي ديالنا ونردوا بالنا من اجل سلامتنا، وحنا كنستقبلوا الخطوط الجديده ديال الترامواي، ما نمشيوش وما نسوقوش فوق المنصه الخاصه بالترامواي، نستعملوا ممرات الراجلين، نحترموا اسبقيه الترامواي في المدارات.